اشترك في القناة واعمل لايك عشان المحتوى ينتشر ويوصل لناس أكتر. تصدق إن في بلد في العالم اتشهرت بلقب أرض النار؟ البلد دي هي أذربيجان. لكن إيه علاقة النار بالبترول؟ الحكاية أغرب مما تتخيل. في مناطق من أذربيجان خصوصا حوالين باكو وشبه جزيرة أبشرون في كميات كبيرة من البترول والغاز موجودة تحت الأرض، لكن المنطقة كمان مليانة تشققات وصدوع في الصخور، والغاز الطبيعي الموجود تحت الأرض ممكن يتحرك من خلال التشققات دي ويطلع تدريجيا ناحية سطح الأرض. ولو الغاز وصل للسطح ولقى مصدر اشتعال تلاقي الأرض نفسها بتولع. وطبعا الناس زمان لما كانت تشوف نار طالعة من الأرض بالشكل ده من غير ما حد يشعلها، الموضوع كان بالنسبة لهم شيء غريب جدا، وده ساعد في ظهور شهرة أذربيجان القديمة كلاند اوف فاير، أرض النار. لكن هنا المفاجأة، النار دي ما كانتش مجرد ظاهرة غريبة، كانت في الحقيقة علامة على وجود نظام هيدروكربوني نشط تحت الأرض، لأن الغاز اللي بيطلع للسطح مرتبط بوجود هيدروكربونات في باطن الأرض. ومع تطور علم الجيولوجيا والحفر بدأ الإنسان يفهم إن المنطقة مش بس فيها غاز، دي فيها بترول بكميات ضخمة كمان. وفي القرن التاسع عشر بدأت صناعة النفط الحديثة في أذربيجان تكبر بسرعة رهيبة، ومنطقة داكو تحديدا تحولت إلى مركز عالمي لصناعة البترول. بدأت تظهر آبار الحفر بأعداد كبيرة، وبعدها المصانع وخطوط الأنابيب ومرافق التخزين والنقل. وفي فترة من فترات أواخر القرن التاسع عشر كانت باكو واحدة من أهم مناطق إنتاج النفط في العالم، والثروة البترولية جذبت المستثمرين والمهندسين والعمال من أماكن مختلفة، والمدينة نفسها اتغير شكلها بالكامل بسبب صناعة النفط. يعني تخيل القصة، في البداية نار بتطلع من الأرض، وبعدين الإنسان يسأل إيه اللي بيخلي النار دي موجودة؟ فيبدأ يستكشف المنطقة، يلاقي غاز، وبعدين يكتشف إن تحت الأرض في بترول وغاز بكميات ضخمة، وبعدها تتحول المنطقة إلى واحدة من أهم مراكز صناعة النفط في العالم. والأغرب إن النار اللي كانت بتخوف الناس زمان أصبحت بالنسبة لعلماء الجيولوجيا دليلا مثيرا على وجود الهيدروكربونات تحت الأرض. بس لازم نوضح حاجة، مش معنى كده إن البترول نفسه بيطلع من الأرض مولع. اللي ممكن يتسرب للسطح هو الغاز الطبيعي، ولو اشتعل اللهب اللي تشوفه بيكون نتيجة احتراق الغاز. وعشان كده أذربيجان عندها واحدة من أجمل القصص في عالم البترول. الجيولوجيا كانت مخبية البترول تحت الأرض، والغاز كان بيطلع فوق الأرض ويقولك هنا في حاجة. من فضلك اعمل لايك واشترك في القناة عشان المحتوى ينتشر ويوصل لناس أكتر.